وكانت قلت قال لك عندك الحق. الآثار الشريفة كانت عند الكثير من الصحابة. بنيتي ارجعي إن شاء الله إلى صحيح البخاري وارجعي إلى اتركوني أتكلم إن شاء الله. ارجعي إن شاء الله إلى الصحاح وارجعي إلى صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك لا حول ولا قوة إلا بالله. راه قال لك هو اتركينا فقط نتكلم. اسمح لي لحرجتك. حفظكم الله حفظكم الله. تفضلي. لا برنامج ديالكم. شوف انا ناقل الخبر. هذه موجه كاينه ديال السيد تار الجدل فهو مع المغاربه. تفضلي. سبحان الله. قلت في الاول عندما كانت هذه الاثار قلت لك انها كانت عند سيدنا علي وعند سيدنا ابو طلحه وعند كثير من الصحابه. هذا الجواب الاول على سؤالك. فقط نختم ان شاء الله هذا الحديث. صافي هو جاوبك انت. قال لك يلا صافي. لا راه جاوبناك. انت متشبت بالافكار حتى وصل الى نعم هو وصل الى سيدنا عثمان بن عفان. كان عنده كما كان عند الكثير من الصحابه. واش من علاقه عندك انت مع سيدنا عفان؟ وغادي نقول له لا حول ولا قوه. ولكن هادو دابا هادو قراب. لنعرف شيء كيف جاءنا هذا الاثار فيكون عن طريق سند. يعني أخذته أنا العبد الفقير مولاي رزق الشرقاوي عن الشيخ محمد سيد الشيخاني عن الشيخ كذا عن الشيخ كذا إلى رسول الله. أنت غتجاوب دابا الناس. كنتي عايش بخير خلاقيتي في النواحي ديال تازا كبرتي وترعرعتي ما بين كازا والدار البيضاء. شاءت الأقدار أن كانت عندك واحد الأمنية في حياتك أن تكون عندك شي حاجة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة. وليتي كدير شي طقوس أنت حتى لا عندما نقول تدعي كتدعي له تا ملي الإنسان المتلقي عندما يسمع طقوس راه غيتخيل الدعاء لله سبحانه وتعالى. كان تيدعي لله هو يكثر من الدعاء هو يستجب له. هو يتلاقى مع واحد كاين شي واحد تيجيه في اسطنبول ويقول لهم بحال هكا. احد ابناء مشايخ يعني طريق الرفاعيه هو مسؤول ديال هذا الشيء ديال الحوايج ديال. لا عنده اثار من اثار الحبيب المصطفى. عند هو الذي اهدانا يعني شعره من شعر الحبيب المصطفى. وهكا ومشيتي انت لتركيا فاخذناها وقلتي له راه بغيتو راه الا حلمتي. قلت له قبل ذلك يعني عندما كنت في المغرب قال يمكن يعني هو راه مش غادي معاك وحيت عيطتي عليه هو يحلم هو بين جا عنده النبي وقال له يعطيه له. راه بحال هكا قلتي استخار الله سبحانه وتعالى. فاتته اشاره بان يعطي فلان من النبي. اشاره. كيفاش اشاره؟ اشاره كيفاش؟ اي يعني اشاره في المنام. إشارة منامية أنه يعني هذا الشخص يعني قالوا له راه هذاك اللي من المغرب اللي بغى شوية هذا الشخص يعني أعطيه وكذا. أعطيهم له وهو صافي هو يعيط عليك. قال لك راه اتصل بي فقال لي قال لك صافي راهم خبروني قالوا لي غير نعطي حوايج. لأن هذه المسائل أكثر مسائل ذوقية. أنا راه ترونوا لي الأوراق. مرحبا بيني وبينك. انا راه مزيان ناقشوا هذا الموضوع. راه لا حديثه راك شتي نقول لك الله يعطيك الستر. راه هذا الموضوع ديالك راه ناقشوه في مصر. شفتوا ناقشوه في مجموعه ديال الدول ديال واحد عنده سؤال. انت من بعد ما مشيتي وعندك هذه العلاقه وانك عيطتي على هذاك السيد تما في تركيا اللي هو باه مسؤول ولا ديالو عنده شي حاجه من القماش ديال النبي صلى الله عليه وسلم مشيتي لتما. هاد السيده قالت لك واش عرفتي الا بغيتي تدخل لتما اش وقع لك ولا وخصك شي طقوس تلبس هذاك سميتو الواقي. نعم. اذا رجعنا للصوره سنجد انه ادبا مع رسول. هذه فين درتي هذه التصويره؟ هذا في الحفل حفل الاستقبال. هذه في الحفلات الاستقبال حيت عطاوك الشعر المزال. عندما قدمنا الى المغرب عملنا حفلا يعني استقبال للاثار النبويه الشريفه في المغرب. وكان ذلك بطقوس يعني طقوس. عندما نقول طقوس يعني ببروتوكول خاص احتراما لهذا الاثار النبي الشريف وتعظيما له. هكا باش دخلتي انت حيت دخلتي تشوف الحوايج النبي هكا باش دخلتي؟ لا عندما يعني اردنا عرضه للناس لكي يتبركوا به. فيعني كان ذلك بآدابه وبضوابطه. مع واحد التصويره انا ما نعرفها شكون هو هذا؟ عقلتي على هذه التصويره؟ هذا من احد احبابنا منا. هادو تيجيو دابا كتعطيهم الماء يوقع لهم تيبراو ولا شنو؟ روي عن سيدتنا يعني عائشه انها كانت يعني. واش من علاقه عندك مع لا نتكلم عن جوازي يعني تبركي. وهي كانت تتبرك حيت هي كانت تقريبا. انت قلت هل كان يعني هل يجوز لهذا الاثر يعني انك ديروا في الماء وتعطي الناس يتبركون به؟ دابا ديك الصعبه كديرها في الماء نشرب منها. نعم هذا يجوز شرعا. فيها الباروك ديال النبي صلى الله عليه وسلم. البركه. اولا باش نقول لك قبيله يلاه هو يسالي البرنامج والبرنامج كان سالا كان شحال هذه في ايام ديك الساعه كان موسى السعدي
هو وزير السياحه. ناض واحد النهار حتى وقعت ضجه في شي احدى الدول الاوروبيه، كلشي اش واقع قال لك راه الحوايج ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه تيتباعوا تما. هادشي بشحال هادي ناض تروينا كيفاش منين جبتوهم ما جبتوهم وجبناهم من المغرب. اين يباع؟ في احدى الدول الاوروبيه في واحد المعرض. الرزاد النبي قال لك والعكاز ناط روينا هكذا. شنو لقاو في الاخر؟ بان غير شي نصابه في مراكش هما اللي جاو ووهموا واحد النصراني بان هذوك راه ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهزهم هو ودار بهم. واش عندك انت شي ما يثبت بان هذاك الحوايج اللي عطاوك ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتصال السند. أهل العلم والمعرفة يعرفون. قالوها لك. لا، اتصال السند. اتصال السند. ليت كيفاش الاتصال والسند؟ إذا أهل المعرفة الشرعية إن شاء الله سيعرفون هذا. يعني في داركم كتهضر هكا مع ما دارك بالدارجة ولا كتهضر معاهم باللغة العربية؟ الخلط بين الدارجة واللغة العربية. وشنو الفرق بينك وبينهم؟ ياك عشتوا في انتوراج واحد، واش أنت عندك شي قدرة أكثر منهم؟ لا أبدا. أنا علاش كتهضر معايا دابا بالدارجة باللغة العربية؟ باش تقرب عند النبي حيت عزيز عليك. لا أتسنن بسنن خير خلق الله. دابا حتى في الدار كتقول تعالي يا امي، ما كتقولش اجي الوالده. لا، الخلط بين الدارجه والعربي الفصحى. يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. انسان ملي كيشوف يعني في هذا الزمان انه اصبحت اللغه العربيه شيئا يثير الجدل ويعني موضوع نقاش، فسبحان الله. لا احنا مغاربه وتنهضروا بالدارجه ودابا بيني وبينك تلاش قريتي اجي الشريعه الان ان شاء الله. الشريعه الان الشريعه ان شاء الله. ولكن عايش في اوساط مغربيه حره، ما عمرك عشتي في شي دوله في مره كاع. اذا ما العيب في التكلم في اللغه العربيه الفصحى باللغه خالف تعرف. لا ليس خالف تعرف. كثير. شوف جل المشايخ رضوان الله تعالى عليهم والعلماء يتكلموا باللغه العربيه، وهذا شيء. حتى انت دابا بغيت دير راسك شيخ حيت عندك الشعر النبي تلفات لك الدارجه. لا وراه بيني وبينك ضقنا بالدارجه. عافاك اجي نقول لك هذا الشعر ديال النبي كلشي تيقول لك هذه ضربتي فيها حبل. تيقول لك ضربتي فيها حبل وبونس حبل. عرفتي حبل؟ دابا كاين حبل وكاين بونس. دابا ضربتي حبل بقى لك بونس. فهمتي؟ زعما كيف ما فهمتش هذا؟ زعما هذه ما بغاش تدخل العقل. عافاك قول لي ما يثبت بين هذيك الشعره اللي عندك ديال النبي. انا غادي نمشي معاك عافاك ونوريوها ونجيبوا ناس. راه هادشي كتقول قوي. راه دابا كون قلتي لهم عندي الشعرات بن كيران كون داوك للحبس ولا ديال خنوش. وراه النبي هذا كاع دابا اللي كتقول انت. اذا خصنا ما يثبت حبيبنا. والطقوس اللي كدير راه ما نعرف الموديراتور يا ربي يكون ما كون جبتي شي حاجه باش يشوفوا الناس كي تيتعاملوا معاك الناس. راه دابا واش نقدر انا في دوك الطقوس نقربك؟ راه والله لا شتيني 10000 واحد تدير اش كتقولوا في دوك الطقوس؟ نذكر الله سبحانه وتعالى. شتو تديروا ديك الحكايه؟ لا شنو تقولوا نتوما؟ هي سماع ومديح نبوي. مديح نبوي عليك انت، ولكن انت نشوف انت مديح نبوي. انا نقول نبوي يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المديح ديال النبي. ايوه. شنو العلاقه عندك انت وياه؟ كيف شنو العلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا، علاقتنا معاه بحالنا. أيوة. انت دابا طالع شويه. لا ابدا مثل اي احد، بل ربما اكون اقل منكم. اقل منا وجلست انت كاع هضرتي مع النبي؟ لا ممكن كما قلت في الاول. والله الا هذا هضرتي مع النبي كون غير تشرحها له. احبذ ان الانسان يتكلم يعني عرفتيني واحد يعني معرفه شرعيه. اذا كان الانسان يتكلم معرفه شرعيه احسن من التكلم عن جهل. فرؤيه الرسول كما قلت صلي عليه كثيرا. دابا اللي بغى يشوف الرسول غير يصلي بزاف يصلي عليه كثيرا. والائمه الجوامع 23 عام هو تيصلي الفجر والظهر والعصر وتيهلل، وحتى واحد فيهم ما قال لي ما شافوه. يصلي على النبي. وعلاش تيصلي هو كل مؤذن؟ يصلي على النبي. تعرف شو معنى صلاة؟ مجيء الأذان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. هكذا هو الصلاة على النبي. غير نقولوها بزاف يجي النبي يجلس معنا. لا يمكن لك أن تراه في المنام. وهادو اللي تيصلوا راه تيسبحوا نهار تيقولوا صلاة على النبي. وحده خويا العزيز هي عجبتيني لأن الصدر ديالك متفتح. بولمان الو تحياتي استاذ عقاوي. قصدي علي ما يتعنيت. وتحياتي استاذ عقاوي. نهار كبير سمعنا صوتك بخير. هذه وين نشوف نسمع صوتي في شي حيد في شي حاجه اللي تدخل العقل. واش وقع دابا؟ واش متبع انت الشريف والشريف؟ انا تحت مسؤوليتي.
مئات الفيديوهات وفي وسط المغرب وبرا. ايوا انت هو كلشي، برافو عليك زعما ولو انا خديتي شخصيتك. الو خويا علي. تحياتي استاذ عقاوي. شوف انا كنت مريح دابا، انا واحد الصديق ديالي ومتبعين ديالك كنشوفوك دائما متبعين المسائل ديالك، الله يعطيك الصحه. وخدينا النمره دابا ورحنا في واحد المنطقه نائيه، جماعه تانديت فريطيسه تابعه لاقليم بولمان، عملت ميسور. شوف وكان يعني واحد المعاناه كبيره في المنطقه، وتمنينا اخي العقاوي تجينا لهذه الارض السعيده وتشوف. ما عمرك جيتي لجماعه تانديت فريطيسه في ميسور؟ تبع الميسور اقليم. لا جيت نهار كانوا تيبيعوا ديك الدبلومات. وي استاذي استاذ عقاوي اعطيني سير معايا عافاك دابا في الموضوع د اليوم، ومن بعد طلب للدراري لي موديراتور يعطيوك الرقم ديالي. شوف عطيني، شوف هذه النمره ديالي، عطيني النمره ديالك باش نتواصل معاك. يلا خويا نقيدها. خويا تفيق معايا واحد شويه. هانت سؤال: كيف وصلت الى ما وصلت اليه دون سلك طريق الزهد والتصوف؟ الزهد والتصوف التي يسلكها الاولياء والصلحاء، مع العلم انك لا زلت صغير السن. جاوبني. غادي تقول لي قال ما قال، نقول لك خرجت لي من الموضوع. قولها لي. اعيد سؤال ان شاء الله. كيف وصلت الى ما وصلت اليه دون سلك طريق الزهد والتصوف التي لا يسلكها الاولياء والصلحاء، مع العلم انك لا زلت صغير السن؟ تبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا تبعناها وما وصلناش اننا نشوفوا النبي ونكون عندنا تبعناها. تبعنا علاش ما تابعينش الناس؟ أين هي السنة؟ أن نطبقها على حذافيرها. من هي؟ ذكر الله. أين هو؟ من المعلوم أن المتصوف الله ذكرا كثيرا. أين هو ذكر الله كثير؟ ما تنذكروهاش، حنا تنذكروها انتم اكثر منا. واش لا أقول أنا أتكلم بصفة عامة. كيفاش؟ اذكر الله كثيرا تظهر عليك فضائل. اذكر الله كثيرا ترى ما تراه. أنا كما قلت أنا عبد فقير حقير دليل في درب الله سبحانه وتعالى، أقل. ولكن هادشي كامل، ولكن صديق الرسول عندك انت شفتيه. راك شفتيه صديق الرسول. ولكن اش كتقول استاذي انت شفتيه؟ شفتي انا مشيت حجيت مره ودرت عمره في رمضان، ودرت جوج العمرات. هنيئا لك. ما عمرني حلمت. صلي على الرسول. صليت. لا كثيرا. اذا نقولوا للمغاربه يصليوا وغادي نشوفوه. دابا تقدر تزيد تصلي وتشوفه وتقول له على الغلاء الرحمه شي لعب، ولا لا علاقه نتوما؟ كيف؟ على ما آلت به الاوضاع دابا الغلاء. تقدر؟ انا لا اعيد ان شاء الله السؤال. قلت لي يمكن ان ترى رسول الله مره اخرى؟ يمكن ان يراه اي مسلم. تقدر تهضر معه على ما آلت به الاوضاع؟ يمكن ان يراه اي مسلم. يمكن ان يراه اي مسلم. نشوفوا حتى حنا نشوفوا هذا السيد ونعاود نرجعوا. عرقتيني يا شيخ. الو السلام عليكم. عليكم السلام. سي العقاوي لاباس عليك؟ بخير بخير هانيه الصحه لاباس. الله يطول عمرك ودي السي العقاوي. نعم سيدي تفضل. معك هذا الشيخ هذا قال لك سيدي عنده استعراض النبي صلى الله عليه وسلم. عنده تحت مسؤوليته. راه هاد الهضره قاصحه، راه كون ما عنده ما يثبت قال لك واش نمشي نقولها في شوف تيفي ولا؟ وقال لك يا سيدي السي العقاوي الله يجازيك بخير، قال لك يا سيدي هذا يتقادى بالنبي صلى الله عليه وسلم ياك؟ شو قال لك عندك شي لا ماشي تتقادى به، عندك زعما انت شي هبه شي حاجه. كيف تتقادى؟ اشرح له مزيان. هو زعما قال لك انا القدوه ديالي هو النبي صلى الله عليه وسلم ياك؟ قال لك القدوه ديالو الحمد لله. يعني نعم. وما عنده السي العقاوي حتى شي زغبه ولا شي لحيه في وجهه. علاش يحسن اللحيه؟ يقول لنا بعدا حبيبي. يا اخي النبي قال لهم، قال الناس اللي زعما هاو غادي يقول لك هاو هذا ربما تكلم معي ان شاء الله بالشريعه وبما جاء في الشريعه ان شاء الله ونجيبكم ان شاء الله. تتكلم معي حديثا شخصيا ان شاء الله. قال لك واش كاينه في الشريعه هذه ديال الا ما دارش اللحيه ما يشوفش النبي؟ لا دابا هو ما عنده حتى اللحيه، وقال لك شاف النبي صلى الله عليه وسلم وتيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ يجاوبني على هذا السؤال اذا قد. شو قال؟ قال لك كاع اللي تيقولوا هذه الهضره تتكون عندهم اللحيه. قال لك شتك انت درتيها بلا لحيه سيفيل انت.
هنا هي. قال لك زعما هاد الهضره تيقولوها غير الناس اللي هو دابا هذا مواطن يتكلم بكل عفويه. ايوا ما حبيبي زعما هاد الهضره متداوله في الناس اللي كتصداها بشي لحيه. انت جيتي سيفيل. هذا من سوء يعني الفكر بعض الناس. هي مساله الاقتداء بالنبي. عندما ما شاء الله ياتي وقت اللحيه نقدروا نشوفوه بلا لحيه. شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف هذه المساله العلماء، منهم من يقول انه تراه باوصافه كامله ومنهم من يقولوا لا. حنا قال لك هذا علاش هذا الهضره اللي كتقول تيقول اللحيه العقاوي واش اللحيه واش ضروريه بالنسبه للمسلم ولا ماشي ضروريه؟ بالطبع سنه هي سنه. قال لك علاش ما ديرهاش انت؟ هي سنه مؤكده. قال لك سنه مؤكده. سنه حبيبنا. لكن كنسمع هذه الاخرى. ودابا واش دابا العقاوي هذا ما بغى يجاوبنا، ما بغى يدير شي حاجه. الصوت العقاوي اللي تجيب الناس على الكلام هذا. الجواب على ماذا؟ شنو راه مشى الصوت؟ الو وي واش العقاوي دابا هذا السيد هذا هذا السيد هذا نعم. اللي جبتي نتايا عاد تسمع لي عقاوي نعم راه داير راه المواقع برا كتهضر عليه. راه دابا ما جبتو انا غير تحت الطلب ديالكم انتم اخويا العزيز، اما رايكم يحترم. الله يطول عمرك. لا انت عندنا عزيز، انت قد شي مره ديما زغنا. هاك يحفظ ربي. الله يطول عمرك. ولكن هذا السيد هذا راه كذاب، هذا والله لا كذاب العقاوي. جاوبوا شوف الشيخ هنا غادي يهضر دابا. انت بغيتي تهضر الشيخ بالدارجه انت دابا. لا اترفع حبيبنا اترفع ان شاء الله عن دير اللحيه اترفع عن جواب. قال لك قلتي بين اللحيه سنه مؤكده، قال لك علاش ما درتيهاش انت وانت كتقول فين راها؟ ما قال لك ما كايناش، راه قال لك ما كبراتش ما كايناش. سبحان الله. اذا ان شاء الله شوف حاول ان شاء الله ان ترقي يعني من معارفك ان شاء الله الشرعيه ان شاء الله، وكلمنا ان شاء الله. حفظكم الله امدكم الله. قال لك سير شوف شي ناس متثقفين باين تيعرفوا في هذا الشيء جلس معاهم. نتمنى ان شاء الله من الطاقم. واش هذا السيد حمق ولا بعقله؟ سبحان الله. لا جاب حفظكم الله امدكم الله اعزكم الله اكرمكم الله بخير وعلى خير حتى وقفها في البارك وصلت معاه. حفظكم الله هداك الله يهداك. حدثنا ان شاء الله اعطينا سؤال ان شاء الله. قال قول لي شي سؤال. نعطيك السؤال قول لي. نعطيك السؤال. جيب لي انت. قال لك ما اتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جيب لي شي حاجه قال لك بالله انتم هاد الزوايا وهاد الشيء هذا كاين. انا ماشي تقول لي وزاره الاوقاف ولا شي حاجه ولا كذا. راه هذا تقول لي شنو كاين. جيب لي انا شوف نسولك شنو معنى الزاويه ان شاء الله. نسالكم ان شاء الله شنو معنى الزاويه ان شاء الله. حبيبنا شنو معنى الزاويه ان شاء الله. شنو معنى الزاويه؟ انت منين جيتي يا صاحبي؟ انت منين جيتي؟ منين؟ تهرب عن الجواب. وراه قال لك جا من تازا. منين هذا منين؟ لا من تازا هو وعاش ما بين تازا وجده وعاش هنايا وكان لا هذا ماشي وجده هذا. لا هذا يمكن ياك من هذوك الكركاريين المكركرين ولا من هذوك البوتشيتيين ولا شي حاجه بحال هكا. لا راه جداه ولا شنو. الام ديالو بوتشيشيه الاشاره. الام ديالو بوتشيشيه. جدنا ان شاء الله هو مؤسس الزاويه البوتشيشيه. جدهم هما راه من الزاويه البوتشيشيه الحمد لله. راه ياك جداك الوالده ولا شكون؟ جدنا ان شاء الله مؤسس الزاويه. راه هو هذا. ايوا سيدي اش نقول لك والله اهل الصحراء هذا منين قال لك انت؟ قول له هضر معاه انت بالدارجه. لا انتم ان شاء الله. قول له بالدارجه. انا الجار ديالو الا كان هذا من تما. انا الجار ديالو قنشين ديما نجلاري فاتح. انا راه الجار ديالو. فين كاين؟ هذا كيكذب على عباد الله. وفي هذه العشر الاواخر. وقال لك منين انت؟ انا منين؟ الاصل ديالي منين؟ الاصل ديالي ما عرفتش. سولو الاصل ان شاء الله. هضر معاه بالدارجه. الاصل ديالي انا من الاقاليم الجنوبيه. انا الاصل ديالي ما شاء الله. راه عرفك قبل ما تقول. راه قالها لي ان شاء الله. ايوا راه عندكم ان شاء الله ثم العلماء كثر ان شاء الله. زاويه ماء العينين. كتجلس مع العلماء تما. جلس مع العلماء قال لك ديال باش تعرف هذا الشيء تيقول. قال لك انت ما تجلسش مع العلماء وكاين العلماء تما. زاويه ماء العينين وهناك عندهم باش تفهم الزوايا ان شاء الله. بينهم زاويه ماء العينين.
علاش كتضحك؟ هذا ماء العينين هو كاع ماء العينين شنو غنعبدوه؟ هذا عالم العلماء حبيبنا، هذه زاويه معروفه بالعلم مشتهره بالعلم، هذه زاويه مشتهره بالعلم. اذا انت دابا تقدر دابا تدعي مع هذا الا طلع لك الدم وترى شي حاجه عليه ولا ما لا علاقه. دابا هذا الا طلع لك الدم كيفاش دير عقلك؟ واش دابا هو احمق؟ وراه الشيخ هذا الشريف راه تابعينه. والله تحمق. لا اله الا الله. كيفاش؟ راه خاطر هذا الشيء كتقول الشريف. دار شي حاجه فوق راسو يجي يبقى يحمق علينا هنا ولا كيفاش دابا الشيخ دابا رديتي يحمق؟ راه عنده بزاف. شو دخل اليوتيوب دخل. هذا ماشي حمق هذا. وراه والله شفت الناس انا تيجذبوا تيوصلوا عنده تيبراو. اللي تيدخلوا من الجزائر فهمتيني ولا لا؟ ولكن هذاك القرقوبي اللي يدخل من الجزائر هذا هو المشبعين وقرقوبي هذوك تما. شكون هذا؟ حفظكم الله امدكم الله. بعد ما تدعيش معايا انا، ما تدعي معايا. نعم. الو. انا نهضر مع السي حميد، انت ما تهضرش معايا. والله يهديك انت غادي تمشي قلي وقت بحال التيكا. باقي داك الشيء باقي هنا. الله يهديك تحمقنا انت. باقي داك الشيء هنا. فاصل ونعود مع الشيخ هو ان في الكواليس قال لك سي حميد عافاك هذه الاسئله اللي كتقال وكان اسئله استفزازيه، فانا جيت حليت قلبي اليوم المغاربه، ولكن السي حميد حليتي لنا الخط مباشر مما يتعذر علي باش انني ندلي بالاثباتات. هو رايك يحترم، ولكن عافاك الى اننا نفوتوا هذا الشيء غادي تحاول الشيخ. انا نجاوبك، غتجاوب لي باختصار اللي بغاو المغاربه. من المعلوم ان المتصوفه هنا والزهاد يقطعون أشواطا كبيرة للوصول إلى ما يطلق عليه بالمحبة. هل تمكنت أنت من ذلك؟ الحمد لله نعم. من محبة عندك شفت الناس تيجيو ما نعرف مالهم وتتقيسهم تيبراو ولا لا فين كنقيسهم؟ عطيني مثال. شفتو علينا هكايا انت لابس هادي وتيجذبوا؟ لا مثلا ما كاينش. وما نعرف ها هو تعطيه يشرب من يده. وفين كنقيسو؟ فين كنقيسو؟ عطيتيه هذا لا هذا اثر، هذا هنا فين القنينه المحتفظه على الاثار ان شاء الله. هاي هيك هذه اللي فيها الاثر الشريف. تتحط فيها هذيك الزغبه وتيشربوا فيها الشعر الشريفه. وشحال باش يخلصوا الجمعه؟ لا ما كاينش. شو الخلاص؟ زعما فابور في سبيل الله. لا هذا التبرك مساله. كيف تمكنت من هذه الكرامات ومن منحها لك؟ هذه ليست كرامات، هذه فضائل تفضل الله بها عن عبد من عباده، كما يمكن ان يتفضل بها عن جميع عباده والكثير من عباده. نحن نعرف أن الشيوخ الزوايا الشرقاوية كانوا يعتمدون الطريقة الشرقاوية والناصرية، أما أنتم فتتبعون الطريقة الشرقاوية الدرقاوية. ما هي أسباب التحول؟ القادرية الشرقاوية، الأسباب ديال التحول. هي مسألة باش نعرفوا الطريقة الشرقاوية. شكون هو المؤسس ديالها إن شاء الله؟ المؤسس هو سيدي بوعبيد الشرقي رضي الله تعالى. بوعبيد الشرقي نعم. هو عالم من علماء الدين، وهي طريقة في أصل يعني نعم. جزولية. نعم. والقادرية يعني انتسابا إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. عبد القادر الجيلاني. بكون أن السيد الوالد حفظه الله تعالى من جهة يعني هو شرقاوي، من جهة السيد الوالد قادري إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني. نعم. سيد رزقي كتسول الحديث عبر قنوات التواصل. دوزنا لاله فاطمه مضربيضه. الو السلام عليكم. السلام لاله فاطمه بخير؟ الحمد لله. الله يحفظك لاله فاطمه. الصوت عندكم شويه وقيله بعيد ولا شي حاجه. ايوا انا بعدا تنسمعك مزيان، تنسمعك انا مزيان لاله فاطمه. ولكن انا شويه كيجي لي بعيد، ما كاين مشكل. شوفي دابا لاله فاطمه. مازال ولكن ما كاين مشكل. المهم نوصل. نعم. السيد اللي هو قال قدامك اولا. نعم. للاسف الشديد اننا نشوفوا في هذه الليله الرمضانيه في العشر الاواخر من هذا الشهر الكريم بحال هذه الجلسه مع هذا السيد اللي انا كنعتبره بانه مختل عقليا باش يتكلم على الرسول او كتسمع الصوت؟ كتسمع الصوت؟ استاذي الصوت راه ما كاينش عند الاستاذ عافاك. هذه راه مرا هذه. لا ماشي انت اختي بلاتي عافاك استاذ اختي الحاج عافاك بلاتي تنهضر مع الزميل ديالي. استاذ راه بلاتي عافاك الحاجه. دقيقه مرحبا. دقيقه ما عندك الصوت. لا علمني اخويا. هي قالت لك كانت واحد السيده من الدار البيضاء قالت لك بيان شويه كتسمع. انا كنهضر مع الجليس ديالك السي العقاوي، كنهضر مع الجليس ديالك. نعم ها هو دابا السؤال الجليس ديالي. تفضلي ها هو معك الشيخ. تفضل
تفضل يا شريفه. تفضل. تفضل يا شريفه. انا كنقول لك من العيب والعار. سؤال ان شاء الله. سؤال. انا شوف الاسئله ما سؤالكم ان شاء الله؟ ما غنقول لك حتى سؤال. ما سؤالكم ان شاء الله؟ هذه فقره اسئله سي العقاوي ليس كذلك؟ سؤال. سؤال ان شاء الله. انت سؤال. انت فين السؤال؟ في نفس الوقت خاصك باش تكون انك شفتي الرسول او تشاهد عليه افضل الصلاه صلى الله عليه وسلم. عندما نقول الرسول نقول صلى الله عليه واله وسلم. صلى الله عليه واله وسلم. الشهر الكريم صلى الله عليه واله وسلم. بانك انت تقول بحال هذا الكلام الفارغ واللي ما عندوش شي دلائل. اي كلام. واحد الكلمه شوف قال لك اش من هضره اللي قال ما دخلتلكش العقل. قال لك اش من هضره. خليني نهضر معاك. خليني نوصل سؤال. عطيني سؤال. قول لا قلت لي ماشي شغل كحامي. اعطينا ان شاء الله سؤال. هل تصلي؟ انت واش كتصلي؟ اعطينا سؤال ان شاء الله. هذا سؤال. انت كتصلي؟ هل هذا سؤال؟ هل هذا سؤال؟ هل هذا سؤال؟ هل تصلي؟ ايش هذا سؤال؟ قال لك هل تصلي؟ واش هذا سؤال؟ قال لك هذا ماشي سؤال ولا لا؟ لا انت مصدق. هل هذا سؤال ان شاء الله؟ هل تخاف من الله؟ هل هذه اسئله؟ حفظك الله. حفظك الله ان شاء الله. امد الله. امدك الله. اعزك الله. هيا كنهضر معاك باللغه العربيه. هضري معايا باللغه العربيه. من اي كوكب انت؟ من المملكه المغربيه الشريفه، بلد الاولياء والصالحين. لا اظن بلد المتقين. لا اظن ذلك. لو كنت مغربيا ما فعلت هذا. حفظك الله. جزاك الله خير. لو كنت مغربيا قحا امدك الله. ما فعلت هذا في هذه الليله الكريمه المباركه عند الله. اعزك الله. فامثالك خربوا الدين. حرام عليك ان تنطق باشياء لا يتصورها العقل ولا يتقبلها قبولا بصفه نهائيه. اي كلام ان شاء الله. اتق الله في نفسك. اي كلام. واتق الله في نفسك، لاننا في شهر الغفران، في شهر يعني انسان يستقبله مره في العام. مشكلة هذه. كيف لك ان تتكلم بهذا الاسلوب وهذا المنطق؟ الا تختشي من نفسك؟ اي كلام هنيتي. قول لي شي كلام. فين هذا الكلام؟ قال لك قول لها لا تفهمتي. قال لك واش ما كتفهمي اللغه العربيه؟ هضر معها باللغه العربيه. اي كلام ان شاء الله. اي كلام تقصدين يا سيدتي؟ انك ليس لديك حتى المستوى الابتدائي، وانا متاكده من هذا. فكيف لك ان تتكلم بهذا المنطق وتتكلم في مع عسانا ان نقول الا العالم كله. مع عسانا ان نقول الا ان يحفظكم الله. نسال الله ان يحفظكم ويمدكم ان شاء الله بالعلم وبالمعرفه. فقال لك الله يعطيك العلم باش تفهمي هذا الشيء تيقول. قال لك الله يعطيك العلم باش تفهمي انت هذا الشيء اللي تيقول. قال لك ما عارفاش العلم داك الشيء باش انت انا لا انا لو كان امامي اسمع لو كنت امامي كنسمعش لو عرفت ماذا سأفعل بك. ما كاين الصوت. عافاك الصوت الزملاء. الصوت عندك انت. دابا مزيان. ولكن للاسف الشديد. دابا مزيان. شنو قلت انا ما سمعكش. مشى الصوت. للاسف الشديد انك لست امامي. واحتراما للمستمعين واحتراما الصوت. عافاكم الزملاء. الصوت مزيان عندك؟ كيف تسمع الصوت؟ اقول لك اكثر من الله تبارك وتعالى غادي ياخذ فيك الحق ان شاء الله. فاش في انا قالت غير جد فيا الله الحق حيت استقبلتك ناري انا بالفقيه مشيت حتى انا. استاذي نرجعوا مره اخرى. استاذ رزقي، واش يمكن لك انك نمشي معك واحد النهار للدار عندك اولا فين كاينه هذه الزغبه وتبين لي بان هذه الزغبه ماشي بحالها بحال اولاد الشعره ماشي بحالها بحال الشعر الاخرين، بان ما يثبت بان هذيك الشعره ديال النبي. تقدر نمشي ندير معك شي حلقه ان شاء الله نحاولوا نديروا ميكروسكوب نديروا ان شاء الله. اذا كان ذلك يعني عن عدم البحث عن البوز وكذا فمرحبا، اما اذا كان عن البحث عن البوز فلا. كيفاش البحث عن البوز؟ انا لا ارى يعني سؤالا شرعيا، لم ارى سؤالا شرعيا دينيا يعني فاش هل يجوز التبرك باثار النبي؟ ما هو الدليل على صحه وهذا هما المغاربه. حنا عطيناهم رقم اخويا، عطينا حنا رقم الفقيه. دابا واش انا هادو ديالي الشيخ؟ نعم. واش دابا هادو دابا
نعم. لا هي راه من الادبيات حتى واحد ما تنخليه يتجوز، لا حتى واحد ما يخليه يتجوز. الو استاذي اتصال ان شاء الله مهم. استاذي دقيقه فاصله عفاك استاذي. لا احنا في المباشر. اي دقيقه. اسمع لي دابا شي المغاربه شحال تفاعلوا مع هذه الهضره اللي قلتي لهم ديال عندك الشعر ديال الطاقم قلت لي شنو قلت لك؟ قلت لك الموضوع اسئله ديال انك قلتي لي انا الشعر ما فهمت والو انا براسي ديال الشعر. واش تخلي الشعر ديال النبي وراه انت واحد قال لك يا سيدي الشعر ديال النبي 14 مرور 14 القرن. ايوا كون قلت لك هذا السؤال انا قدامه ماش تقول لي غير 14 القرن. هذا السؤال. اذا ما الاسئله ان شاء الله نعاودوا شنو الاسئله اللي عندك ان شاء الله تجاوبني عليها. عافاك جاوبني على هادو اشي ها هي دابا كاع انا نجاوب. سي رزقي كثر الحديث عبر قنوات التواصل حول القدرة التي تدعونا على علاج الناس والتواصل والكلام مع الرسول وأنك من أحفاده. نريد توضيح. ما تهضرش معايا دابا شوف، ما تهضرش معايا هذيك اللغة العربية راك دابا أنت ولد. لا قول لي ها كي بغيت وكي بغاو المغاربة. عاود لنا الله يرحمك. شوف أنا كي تنقول لك ما قلتلكش سي رزقي كثر الحديث عن قنوات التواصل. لا حول. راه المغاربه قال لك منين جاتك الشعر؟ لا يوجد. لم اقل انني يعني اعالج الناس او كذا من هذا. شفتك في واحد الطقوس كدير لهم هكا وتيشربوا شي حاجه. هذا التبرك بالاثار. سبق وان ذكرت الاحاديث التي تشير على جواز التبرك باثار النبي المصطفى. نكملوا الحوار نكملوا دابا الحوار ولا شنو نديروا؟ ايوا اسئله عطينا اسئله. واش نكملوا الحوار؟ نركبوا شنو؟ الاسئله اللي في جبهتك. هو ما نعيطوا لنا المغاربه راه تفاعلوا معاك خليهم حتى هما ماني مخليتها بالعكس احبابنا وكذا. لكن الاسئله شنو صار؟ عافاك ركب الميكرو. سرك راه ما كاينش الميكرو راه دابا. سي رزقي جاوبني ان شاء الله يعطيك الستر. شنو؟ لا ما تنجاوبش انا. انت دابا انا ما نجاوب حتى شي واحد. انا في برنامج معك وانت اللي ما احترمتيش وتجاوب وحق الله. وانت انا غير صبرت. شوف رزقي الله يعطيك الستر الشيخ منين جاتك الشعر ديال رسول الله؟ من تركيا من الشيخ محمد الرفاعي. شكون عندك ما يثبت بان داك الشعر ديال النبي سند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ تتحمل مسؤوليتك. نعم. كلام خطير هذا اللي كتقول سي رزقي. نعم. عندك شي قدره سي رزقي ما كايناش عندنا حنا؟ لا ما كايناش. لا بحالنا بحالك تنعيشوا سي الحمد رزقي. لله. الفرق هو انك انت حلمتي النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكثير من احباب الرسول راوا ويرونه. كل شيء فالانسان اجتهادا. كل واحد تمناها وبغينا تحكيها لنا كاخوتك مغاربه. ذاك النهار فاش شتي النبي عاودها لنا عافاك اذا عقلتي عليها. كفى الانسان اجتهادا ان شاء الله. وصير النبي عليه الصلاه والسلام يجتهد في الصلاه على باتباع سنته وفي الصلاه على جنابه المعظم وصيره. ولكن قول لي ان شاء الله قول لي بالضبط. لم يخرج من ثمي انني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شتيش؟ لم يخرج من ثمي. ما انت لا ما عمرك قلتيها لهم. لم يخرج من قبل من فمك بانك قلت هي في بدايه البرنامج قلتي لي بان شتيه في الرؤيا. بدايه البرنامج قلتي لي شتي النبي في الرؤيا. قلتيها لي كما يراه الكثير من الناس. قلتي لي ما عمرك ما قلتيها. كما يراه الكثير من الناس. عافاك واش شتي النبي ولا ما شتيش؟ نعم كما يراه الكثير من الناس. حتى واحد على الناس هل اصبحت رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء اللي بغاو المغاربه كاملين بغاو دابا كي درتي عافاك تشتي النبي. راه دابا شفت ناس تبعوك ومثقفين شفتهم من معاك. راه دابا انتم كديروا طقوس راه دزتوا في القناه الرسميه ديال هذه المساله. يعني اتعجب ان اصبحت عجبا في هذا الزمان. رؤيه النبي سهله يمكن لاي احد ان يرى فقط بالجد والاجتهاد ان شاء الله. اللي ما تشوفش في هذا الزمان والنبي زعما تقدر تشوفه بزربه. كيف؟ النبي نقدر نشوفه عليه افضل الصلاه والسلام. نعم يمكن نقدر نشوفه. نعم. عاود لي عافاك كي ندير نشوف الصلاه على الرسول. بالصلاه على الرسول. نقدر نقول هذيك اللهم صل على سيدنا محمد باي صيغه من الصيغ. كثر منها الصيغه الابراهيميه او اي صيغه ان شاء الله تراه. كاع اي واحد كثر منها يشوفه باذن الله تعالى يعزم ان شاء الله ويراه ان شاء الله تعالى. شفتي انت؟ الحمد لله. انت قلتي لي كما راوا واش شتي النبي ولا ما شتيش؟ الحمد لله. الحمد لله كما يراه الكثير. شوف هذه مسألة تبقى خصوصية. دابا هذا سر بينك وبين. لا ليس سرا بل هي مسألة خصوصية. يوجد من يبوح بما رأى ويوجد ممن لا يبوح. فاخترت ألا أبوح إن شاء الله. وعلاش راه هذه اللي خصك تبوح بها؟ لا 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 لا. وهذه اللي زوينة تقول لهم أنت باش تبان بين أنت عندك. شوف كنشوفوا غير رئيس حكومة أو لا مسؤول أو لا العامل ولا تنمشي هكا. أنت راه النبي اللي شفتي خصك تقول لنا وكلنا راه بغينا نعرفوا أنك شناك مجموعة ديال الاطياف راه تابعاك. الحمد لله.
ممن لديهم الفقه والعلم والمعرفة. دابا شتي نقول ولا ما شتيش نقول؟ الحمد لله نعم. ها كما رآه كثير. قول لي عافاك كي داير. عليه الصلاة والسلام. قول لي والله بغيت نشهد نشوف انا نشوف النبي. تراه ان شاء الله، صلي على الرسول كثيرا تراه ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بيني وبينك شحال من واحد عياك كيفاش تشوفوا قاصحه. انا بغيت نحلموا كاع رؤيا، انا نقول حلم، انا حلم من الشيطان، الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن. نقول ان شاء الله رؤيا. الله اعلى واعلم. اجي نقول واحد القضيه، نخليو هاد نحط هاد الورقه هكا. واحد الدائره شناها في المغرب لاحسان العمومي والتقرب، كل واحد تيدعي به القريب الله. شتي واحد السيد في طنجه سميتو ابو حمزه، ما تقوليش ما شتيش، شتي؟ رأيت يعني بعد شنو بان لك الكلمه ديالك انت في ابو حمزه؟ حبيبي لا تربطني مع اي شخص، لان كاين علاقه ديال حتى هو تيقول لك بانه رجل دين وزعما راه كلشي هذا الشيء تنمشيو عند الناس اللي تيقولوا بلا عندهم علاقه ماشي بحالنا مع الله. انا عبد من عباد الله الفقراء عادي بحالي بحالك كأي بشر. لا أدعي الناس رأوا في خيرا وتوسموا في خيرا واتبعوا هذا الشخص لعلمه والمعرفة وكذا، فلا إشكال في ذلك. فالحمد لله يعني يوجد مشايخ ممن نتبعهم لديهم. بلا ما نقولوا السميات، شنو بغيت تقول للناس اللي كيستغلوا الله بالنسبه للاحسان العمومي؟ بلا ما تسمي هذه ظاهره كاينه، ما تقول عافاك نستافد منك انت. شنو بغيت تقول؟ هذه الظاهره اللي ولات تعرف في الساحه ديال ما بات يسمى بالاحسان العمومي واستغلال اسم الله والتقرب من الله من اجل الثروات اللي شفنا كاين اغنياء الاحسان العمومي في المغرب. الناس اللي يدعيوا. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ما نقول. هادو كاينين، انت بعيد منهم استاذ. المصادر ديال التمويل ديالكم منين كتجي؟ يعني شفتكم درتوا حفلات اللي كتسوى الملايين، اللي كيجيكم مصدر؟ مصادر التمويل عن طريق المريدين والمحبين. من المحبين؟ عن طريق المريدين، مريدي الطريقه واتباعها. هما دابا داك هما اللي تيدعموا لكم. لان شفت في واحد الحفله تبارك الله ان والله العظيم كون درناها في الكواليس، حفله كانت زوينه وانت كنتي قدام وناس لابسين كلشي ابيض وطقوس ربانيه روحانيه. واش دوك الطقوس خاصه بكم ولا كتشبهوا لشي طقوس ديال شي فصيله اخرى مثلا ديال شي؟ اي طقوس، عن اي طقوس؟ تتكلم عن المدح الرسول؟ اييه. يتكلم عن ذكر الرسول، ذكر الله، هل هذه طقوس؟ نعم نعم، هذه مسائل بسيطة. هما عاديين هذوك، عادي بحالكم بحال انا كترددوا اسم الله وكترددوا هكذا. نحن نجمع الشباب على ذكر الله وعلى طاعة رسوله الكريم وعلى اتباع سنته الغراء الوضاءة، وهذا ليس فيه أي عيب ولا أي إشكال. شكرا على ان السعه ديال الصدر ديالك. مرحبا ان شاء الله. واعتذر حتى الى المتتبعين قالوا شي هضره اللي اعتذرتيها انت انها. لا ما اعتذر، احب الجميع ونقدر الجميع. علاش بتغضب؟ أنا غضب سبحان الله. لا ليست مسألة غضب، لا مسألة أسئلة، يعني يكونوا أسئلة مبنية على الشرع. وإحنا هذا الشيء عطانا نصيحته. المغاربة هما هادو، إحنا دابا درنا الرقم وقلنا لهم ها أنتم اتصلوا. لا إن شاء الله هما إن شاء الله يكونوا في الأسئلة في يعني قيمتها. شنو الأسئلة اللي تمنيتي يقولوا لك الناس؟ لا ليست مسألة تمني، كما قلت لي أنت إن شاء الله عندما استدعيتنا قلت لنا إن شاء الله يكون حوارا إن شاء الله مؤطرا دينيا، لكن لا يكون باتصالات هاتفيه، لا يكون يعني بعد. انا والله الا الاسئله اللي جاوبت لك انا والله انا راه زعما راه هكا غير ان اذا تلك الاسئله اجبناك عليها كاع. ها انت شنو قلت لك انا فؤاد؟ ها انت اجبناك بما وافق السنه. التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومستحب، لكن اغلب العلماء صرحوا انها غير موجوده، فكيف حصلتم على الشعره ديال النبي وما يثبت انها تعود لرسول الله؟ جميل. جاوبني قدك هذا. ما هو هذا؟ من هم هذا العلماء؟ نعم هذا كعالم العلماء. هذا سؤال. اي لا، من هم هذا العلماء؟ قلت اغلب العلماء قالوها من قبل. ما كتعتبرهمش هذوك العلماء اللي قالوها من ما عرفتش. يكون اذكر عالما. ويوسف الو يوسف. السلام عليكم سي العقاوي. صافا خويا بخير، صحه لاباس؟ الله يبارك فيك. احترام الضيف. راه الصوت مشى للزميله، مشى للضيفه استاذ. لا مرحبا. الصوت عندك؟ احترموا والله. بلاتي الصوت جميل عندي. الصوت مزيان. الصوت مزيان دابا كتسمعني؟ الو خويا تفضل. احترام الضيف واجب، والضيف
خط احمر، وهو راه الحمد لله ان بعدا عنده جرأه باش يخرج لخوتنا المغاربه ويقول انا اللي عندي هذا الشيء اللي ما غاديش يدخل العقل ديال المجموعه اللي حنا كنتحاوروا الحمد لله. اما فيما ان هناك اناس يدعون الاكثر في حين ان ما عندهمش حتى الوجه باش يخرجوا. فتحيه الاستاذ بعدا خرج بوجه مكشوف، ربما قال لك عندي الحق وعندي ما يثبت وعرفت بهذا الشيء كنقول خطير بزاف. تفضل خويا العزيز. كان بيان سور غنحترم الضيف ديالك وكنرحب به. جزاك الله خير. وعندي واحد السؤال لهذا السيد، بغيتو يتكلم لنا على الشيخ ديالو اللي كان في الطريقه، هو كان في الطريقه البوتشيشيه، على الشيخ ديالو واش عنده شي اذن من الشيخ ديال الطريقه البوتشيشيه باش يعلن على طريقه جديده، وهاد الطريقه ديالو واش عندها ورد خاص للمريدين، يعني شنو الاتباع ديالها، واش هي كتركز على الاذكار ولا فقط تبرك بالاثر النبوي الشريف؟ ان كان هذا الاثر صحيح. وشكرا. شكرا استاذي وتحيه على اللباقه ديال السؤال. تفضلوا استاذي. حفظكم الله ورعاكم. اولا ان شاء الله يعتبر جدنا سيدي المكي القادري بوتشيش وسيدي المختار القادري بوتشيش هما مؤسسان الزاويه القادري بوتشيشيه، يعني وانا حفيدهم الحمد لله وترعرعت في ذلك الوسط، اذ انني لم أكون يوما يعني مريدا لهذه الزاوية، بل يعني عائلتي والحمد لله نفتخر بها، بل شيخي هو السيد الشيخ عبيد الله القادري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الجواب إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم. جاوبتيه هذا الجواب اللي اخي الكريم جاوبتيه، لان ربما هو بغى اكثر. نمو الزغبه من الشعر ديال الرسول بعد مرور 14 القرن امر لا يتقبله العقل ولا يصدقه الا الجاهلون. هل تتكلم مع الرسول خلال النوم واليقظه ادعاء قال لك جاهل وكذب ويتنافى مع العقل، وما لديكم على كل هذه الادعاءات الباطله؟ باش تجاوب هذا السيد. لم أقل يوما أنني أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، لم تخرج من فمي، بل قلت أن رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقظة تجوز وممكنة، مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يعني من رآني في المنام فسيراني يقظة. هذا حديث جاء في الصحاح، يعني وهذه هي المسألة. تدعي العلاج الروحي وعلاج المرضى وأنك خارق، لكن هذا مجرد ادعاء وخرافات عفوا. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأنك مجرد مخادع أو ما يدعي هذا مع احتراماتي لك، يدعي أنك اتجهت للنصب. هكذا علق الكثيرون، فما رأيك؟ نطلب الله لهم المغفرة والهداية إن شاء الله. تؤكد للمغاربة بأنك تتوفر على شعر رسول الله، شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، تحت مسؤوليتك. تحت مسؤوليتي، نعم. وبأن هذا ما يثبت بأن هذا الشعر بأنها ديال رسول الله. ربما كررت الإجابة مرارا وتكرارا، هو اتصال سندها. شنو هي؟ اتصال سندها. ولا ما سمعتك؟ اتصال سندها. اتصال سندها. ما فهمتش. ربما يعرفوها احنا ما عرفناش كاع. اتصال سنده أخذه فلان عن فلان عن فلان عن فلان. بحال العنعنة. أيوة عنعنة. حتى وصلت لعندك انت. الحمد لله. ومصدر موثوق. الحمد لله تعالى. شنو هما الحوايج الاخرين اللي عندك ديال رسول الله؟ هذه أهم شيء. هذا هو الأثر الشريف، شعر من شعر الحبيب مصطفى. انت شفت الناس تيتبركوا لك، شكون هي شي حاجه اللي عطاك الله ما عطاها لناش حنا؟ فين كيتبركوا؟ شفتهم تيتبركوا لك هكذا في واحد الفيديو، شفتهم طقوس وانت الرأي انت تما حيت كنشوف دوك الطقوس. واش كنتو سواسيه؟ كان الاحترام اللي كنت وكانت كلشي كان جهتك انت اخويا العزيز. سواسيه كنتو بحال سواسيه. نتوما واش تنظيم مقنن؟ طريقه صوفيه مقننه. طريقه صوفيه. ما عندكمش نتوما قانون اساسي وداخلي؟ طريقه صوفيه كما الطرق الصوفيه الاخرى كاملهم بحال هكا. الحمد لله تعالى. عندكم شي دعم من عند الدوله؟ لا دعم داخلي. ما عندكم شي دعم من الدوله؟ ابدا لم نتلقى ولا اي دعم من طرف. ما عندكم حتى شي دعم. شنو الطقوس اللي درتوا اللي غادي تستعدوا باش ديروا ان شاء الله في هذا رمضان؟ احياء ليله القدر بالذكر والصلاه على الرسول. فين غادي ديروها؟ في التكيه ان شاء الله في الزاويه. غادي ديروها ان شاء الله في الزاويه. نكون ضيف عندكم. مرحبا. نجي
مرحبا. نشوفوا الطقوس ديالكم ونشوفوا لنا مزيان نقربوا، لان كاين دابا مناصرين ديالك اللي تمنيتي انت يتصلوا بك في التليفون. دابا كاين ناس دابا اللي مناصرينكم معاك في هذا الشيء كتقول. طقوسنا ان شاء الله هي اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه هي طقوسنا. هادو هما الطقوس ديالكم انتم. اذا النصيحه كتقول لي بغى يشوف النبي اش يدير؟ الصلاة على الرسول غير بدا يصلي عليه صافي كثيرا، فهي مفتاح ان شاء الله الفرج ومفتاح الوصول. وبلا ما يصلي؟ لا، ولا بد الصلاة الصلاة وبدا عين وفرض وبلا ما يزكي. لا ولا بد حتى هي، وبلا يصوم ولا بد، ما ياكلش الحرام، يعني ما يكذبش على عباد الله، ما ياكلش شحال د الحوايج راه عاد نزيدوا لها الصلاة على النبي. ولا بد، فهمتي؟ بشحال دابا واحد دابا غادي يمشي يضرب الجيب حتى ل5 الصباح ويصلي على النبي، لن يرى، يقدر يشوفه؟ لن يرى، ما يشوفوش. يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بنيه طاهره وبقلب صفي ان شاء الله ويراه. استاذي شكرا على الصدر ديال وهكا، وانا جيتي بوجه مكشوف. غير ربما كانوا اتصالات هاتفيه اللي شي شويه لا كانت اتصالات تيقولوا لك لا علاش يهضروا المغاربه هكاك واعره ما عطا الله. لا قالوش لي علاش يهضروا المغاربه. زعما انت شنو تمنيتي نطلعوا النيفيل شي شويه ياك؟ لا غير ولكن صافي وصلت الزغبه ديال النبي الشعره تنساو تنقول ديك الزغبه وما غاز تاع ديال الفقيه الشعره ديال النبي صلى الله عليه وسلم. كلشي ما بغاش تدخلوا العقل الحوايج ديالو. وانت لحد الساعه انا كملت معك البرنامج مازال ما قلتي لي شكون هما الحوايج ديال النبي اللي عندك. اثر هو الشعر. شكون هو اثر؟ غير الشعره بوحدها اللي عندك، غير الشعره. قلتي لهم بين عندك واحد العفطه ولا داك الشيء. هذا اثر القدم الشريفه. هي راه حتى هي قلتيها لهم نسيتها. لكن اهم شيء هو الاثر الشعره ما خرج من جسده الشريف. وهذيك القدم كاين عندك حتى هو ديال النبي. الحمد لله. شحال كنتي يلبسوها في رجلو ولا عرفت كانوا يقولوا الناس زمان ما نعرف شي رجل النبي صلى الله عليه وسلم واش عندك داك الاطراس ديالها كامله؟ اثر القدم كما موجود في مكه وفي السعوديه وكما موجود في تركيا. واش عطاه لك هذا السيد هكا؟ هذا نسخه. شنو من صفه عندها باش يعطيه؟ نسخه كيفاش؟ نسخه من الاثر الاصلي بحال صوروها ولا شي حاجه؟ لا نسخه ماشي هي براسها منسوخه عن الاصل. والزغبه الشعر عفوا مالها ماشي منسوخه هي. كيف منسوخ؟ واش هي رسول الله عليه الصلاه والسلام كتكبر؟ قلتي لهم بين كتكبر بوحدها كالطول. نعم. شحال دابا الطول ديال هذيك دابا تقريبا؟ كانت فيها 2 سنتي والان 3 سنتي ربما. شحال انت باش شديتيها من سنتيم حيت عطاوها لك؟ كان فيها 2 سنتي. كان فيها 2 سنتيم قد هكا؟ قد 2 سنتي. نعم. صغيره بيضاء ولا كحله؟ تاتي ان شاء الله وترى. نعم تاتي ان شاء الله وترى ان شاء الله. ما تقدرش تقولها لي؟ لا هو الشيب كان النبي فيه الشيب ولا كان في بعض يعني هناك بعض هذه اللي عندك انت فيها شيء فيها الشيب بيضاء كحله سوداء ان شاء الله سوداء سبحان الله. وكتكبر دابا بوحدها لا ما لا والو كتحطيها دابا انت؟ لا الحمد لله. فين خازنها؟ ما تقدرش تقول فين خازنها. لا هي كل مره تكون عند علية القوم كل مره فين. تصور دابا تمشيو الى مشات لك ديك الشهر قاصحه بزاف كيف مشات؟ تمشي الله يستر ولا شي حاجه؟ لا يمكن ولا يمكن عند الى متين من غتعطيها تبقى شي وصيه تكون باذن ان شاء الله من تكون باذن تهدى باذن لمن تعطى من موراك. شوف هو كل من احب هو راه شعره ديال النبي هذه لا من تعطى لي من احبه الله ليس لي يعني اختيار انا. كيفاش ما تقدرش دابا تقول لنا شي عهد دابا باش الا متي ونعطيهم هذا عطيها لي ان شاء الله. ولا متي عطيها لي والله نمشي بها مور الجبال عاود كاين تما ميت كاين ما يدار. اذا اخواني الكرام كان معنا الشيخ الشريف الشرقاوي. شكرا على الاستيعاب ديال الصدر ديال الشيخ. وغادي نخليو اخر كلمه للشيخ شنو الحوايج اللي تمنى يقولهم وما خليتوش انه يقولهم نظرا لان كنا ديما انا والشيخ واحد الجلسه عائليه. تفضل شيخي الكريم شنو بغيت تقول خوتك المغاربه الريزومي ديال الموجز ديال هذا الحوار وكاع شنو نقول لي خويا العزيز؟ تفضل. موجز هو أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويعني أدعو شباب المغربي إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإلى يعني التفقه في الدين والاطلاع على الأحاديث وما جاء في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكونوا يعني موضع يعني كان يتبعون من ليس لهم دين وليس لهم ملة بل فقط يطبقون أجندات معينة لأجل استقطاب وناس معين يخرجونهم من هذا الدين الحنيف. نسأله إن شاء الله تعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم ويجعلكم إن شاء الله من الصالحين ومن الداعين إليه إن شاء الله ليلا ونهارا.
الشيخ قلتي لي بان مجموعه ديال الاشخاص اللي كان عندهم الحظ انهم تاهم يديو واحد شوي من الشعر هذا النبي انهم استقبلوهم في البلدان ديالهم بحفاوه وكل شيء، ولكن للاسف الشديد زعما ان تعرضت للتنمر انت هنا في المغرب. لا لا بالعكس بحال حتى الاخرين حتى هما ما تاقوهمش ليه؟ لا عكس هذوك اللي داوها حتى هما تاقوهم ولا ما تاقوهمش؟ لا هو مسألة شوف لأن أول مرة تدخل المغرب، لذلك يعني يخرج من ليس له علم بذلك يعني يضحض في هذا عن جهل، عن يعني سوء كيف تعامل الزملاء ديالك، كيف تعاملت معهم هيئة المجتمع المدني في الدول ديالهم من بعد ما صرحوا لهم بأن راه داو عندهم حتى هما ديك الشعر؟ كيفاش تعاملوا معهم؟ بصدر رحب؟ كانت تناقضات؟ كان استقبال في الشيشان لأثر من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هناك أيضا في تركيا، وكان هناك في سوريا وفي العراق وفي مصر. كيفاش استقبلوهم مزيان هكا كبروا؟ ايوا بفرح وبابتهاج. انت كيفاش استقبلوك حيت جيتي المغرب؟ حتى انت الحمد لله كان فرح، كان كل شيء. اذا لم تطلع على الحفل الحمد لله. اذا فرحوا. كاين الناس اللي الحمد لله كان حفلا عظيما بحضور ان شاء الله علية القوم من العلماء ودوك اللي حضروا. كاين الناس اهل الدين وداك حضروا معكم بالطبع. كان هناك فقهاء حضروا، اهل العلم معك، وشيوخ. كان هناك علماء ودكاتره وشيوخ اجلاء من شتى بقاع العالم. نعم الحمد لله. الحمد لله. دابا انت كتاكد بانك عندك هاد جوج الحوايج، الزغبه ديال رسول الله، شعره ديال رسول الله. علاش ما كتحملش نقول لها الزغبه؟ هذا تقليل من الادب. ما مأدبش؟ لا قله ادب يعني زغبه لم نعطيها قيمتها. أن في الصحة وفي كل شيء ذكرت الشعرة، لم تذكر الزغبة قاصحة ناقصة. كتأكد بأن عندك بعض الأشياء كتعادني أنني شي خطرة تعرض عليا ونمشيو ونحاولوا نزوميو عليها ونشوفوا هذا الشيء، ولا هذا السر بينك وبين الله؟ لا كما قلت سابقا مرحبا. إذا لم يكن ذلك موضع البوز وكذا فأنا لا غير المغاربة. دابا قال لك أنت اللي بغيتي دير البوز. لا هما قال لك أنت بغيتي دير البوز. قال لك المغاربة قال لك هذا بغا يدير البوز، وكاع شي واحد قال لك راه أنت صيفطوك باش تنسينا على الخضرة غالية وتجي تقول لنا عندنا باش ننساو عاوتاني شوية حتى يفوت هذا العواشر. لا واش كنتي ناوي؟ شوف كيتعاملوا معك المواقع الاجتماعيه، شتي كيتعاملوا؟ راه تعاملوا كل الجدل كاين دابا في المواقع الاجتماعيه حول هذاك التصريح ديال التصريح ديالك، الى غايه ان شي وحدين كاع من المشاهير اعتبروك بان شي شويه ذو. شكون مشاهير؟ شي وحدين دي يوتيوبر اعتبروك بين شكون؟ نجبدهم لا كاع صاحب شعرات الرسول كاين تما شي 20 تيهضروا. شكون؟ واحد كاع راه دار برنامج عليه قال لك بانك انت شحال هذيك انت درتي واحد المحتوى في اليوتيوب وخسر لك، عاد جيتي درتي هذه. لا لم اسمع هذه والله. كتب صاحب غادي دابا يضربونا بالكوبي رايت. شنو اللي شتي انت كاع فيهم دوك اللي انتقدوك؟ شنو شفتي؟ لا انتبه صراحه. ها هو مغربي يدعي شعرات الرسول. شوف طفل مغربي عنده شعرات الرسول. شوف قال لك اسرار خطيره على واحد الطفل. انت مازال دري صغير، شحال في عمرك؟ ما يقارب. قال لك طفل انت شحال في عمرك انت؟ ما يقارب 20 ان شاء الله تعالى. ايوا 20. ها هادشي كي تشطحوا. هذه الحضره. هذه الحضره. ها يا مسيخيت كتعرفت الحضره الصوفيه. راه انت الناس عندهم. دابا عندكم هذه هكذا. هنا شنو هاد الطقوس هذه؟ اذا طعنا في الحضره فسنطعن بثوابت. لا انا احترم كل. اذا طعنا في الحضره فسنطعن في ثوابت. قال لك عندك 19 عام ودرتي الزاويه وجاب شعره للمغرب. شوف شحال من واحد الشريف راه نايضر. شوف هذا قال لك هذا هو كلهم. ها هو شوف انت قال لك صناع الجهل. هذا احمد الخزرجي اللي يعني. ها هو قال لك انتم صناع الجهل. شتي وراه تابعاتو بزاف ديال اكثر من 40,000 واحد. لا سمعت ربما جزء منه لم. ايوا شنو بان لك في هذا السيد؟ اش تيقول؟ الانسان فليتكلم عن علم وعن معرفه فمرحبا به. دابا هادو ما عارفين شنو. اما ان كان سيتكلم عن جهل وعن عدم المعرفه بالدين فلا ابالي بما يقولون ولن ابالي بهم ابدا ان شاء الله تعالى. دابا شفتي هادو كتجي معاك هاد اللبسه زوينه. اييه. شنو الفرق ما بين حيت تلبس كلشي بيض وهذا الخضر من الفوق؟ لا عادي. اول مره غير ماشي زعما شي حاجه. اول مره. شي تاريخ عندك مع داك الخاتم؟ قال لك فيه القبول. قال لك تيتحداوك حيدو حتى واحد ما يقربك. هذا خاتم اذاني هي احد الاحباب في تركيا. في فاش؟ في تركيا. في تركيا عطاك شي احفاد ديال هذاك. لا احد الاحباب. ما فيه حتى علاقه. ما قال لك فيه الفاسوخ.
استغفر الله العظيم. والزغيبات الفار ظهر لي انك تبحث عن البوز. لا والله العظيم الا شحال من واحد قال لك حميد رد البال راه حيت يهضر تيدير الخاتم هكا. ما في والو. اش كيفاش؟ في والو. شنو عندك في الخاتم؟ ما في والو. تقدر ندير معك برنامج بلا خاتم نحيدوا الخواتم انا وياك. لو كان في شي حاجه لما طرحت عليه هذه الاسئله الجريئه. وراه فيه هو غير اللي محركك. لا عادي. كيفاش كدوز النهار ديالك؟ كأي إنسان عادي. أي إنسان. كتهبط عندك أصدقاء ديالك تتمشي لا مقهى؟ لا أخرج ما كاين. ما عندكش بزاف. متزوج؟ الحمد لله قريبا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كاين مشروع إن شاء الله مستقبلي. إن شاء الله تعالى. اللهم بارك اللهم بارك. الزوجة ديالك هي قانعة بهذا الشيء اللي قانعة بين أنت؟ أين هي الزوجة؟ هذه دابا اللي قربت. حتى تأتي. مازال عاد لها السنارة. لا ما يحتاج. بعيد. كل وقت كل شيء بوقته إن شاء الله تعالى. شحال في العمر ديالك؟ ما يقارب 20 19. شي فنان عزيز عليك؟ فنان شي فنان مغربي عزيز عليك؟ اي فن يعني تقصد؟ فنانه بزاف الفنانه في المغرب. اي يعني نوع كل شيء كاع بحال دابا انا نقول لك الفنان اللي عزيز عليا شي فنان حيت تبغي ترتاح وكتشعل له وكتصنت له. فنان مغربي. لا استمع زعما الموسيقى وداك الشيء. ما عندكش انت مع الموسيقى؟ مثلا فقط الاملاح النبويه. اما ما تصنتش دابا انت الايناس ايناس ما هي اللي خذا سيخي الزمان. شكون اللي غنى ايناس ايناس؟ لا ما عرفتش انت شكون اللي غنى ايناس ايناس؟ والله لا عارف. شكون اللي غنى اعطيني ساكي باش نماكي؟ لا انت هذه ما عرفتيهاش؟ قول لي شي فنان مغربي. وعايش انت في المغرب دابا حتى الفنان. لا عرفت سوى ما كنعرفش يعني الغناء مجال الغناء وكذا. لا عطيني ثلاثه ديال اللعابه في المنتخب الوطني. لاعب في المنتخب الوطني لم اتابع ذلك كثيرا. حتى واحد. اعطيني زياش حكيمي بونو. الا شتي انت الزياج داز حداك تعرفوا؟ طبعا عارف. تعرفوا فوجو؟ هي قالوا لي بين حكيمي تيطلق المراه. لا اعرف انا ليس لي ليس لي. اعطيني ثلاثه ديال الوزراء في المغرب. سيد احمد. وننتهي البرنامج ونصفق لك ثلاثه د الوزراء في المغرب. سيد احمد توفيق. ديال شو احمد توفيق؟ وزاره الاوقاف والشؤون لا ذاك ما دايز غير قلتي عليه انا ديالكم هذاك. قول لي شي ثلاثه. قولي ثلاثه. السيد احمد توفيق. زيد. السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخليه. نعم حفظه الله. الوزراء الاخرين اش باقي؟ بركه صافي غير جوج. ما عندكش ما عرفتش مع السياسه انت كاع ما عرفتش حتى الحكومه اش لا اتابع ذلك عن كثب لكن لا ليس نحن نخدم ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. شنو الاسباب ديال الغلاء دابا اللي كنشوفوا الغلاء؟ انت حيت تخمم منين جا هذا الغلاء دابا؟ ليس لي اي علاقه بما يروج. كتمشي للسوق سولنا على كتقدر؟ لا سولنا على ذكر الله سولنا على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا مسائل الغلاء. انت دابا شاد واحد العالم بوحدك ما عرفتش كاع دابا. ما عرفتش شحال كيدير القالب السكر؟ والله لا عارف. الزيت والله لا عارف. ما عرفتش دابا شحال كدير الزيت ربي. شحال تدير البيض بشحال وصل؟ والله ما كنعرف. ليس لي علم بهذا المجال. ما عمرك تقدرتي من السوق؟ لا. فين عايش انت؟ في المغرب. في المغرب. وخلقيتي في المغرب. الحمد لله تعالى. وعايش في المغرب. الحمد لله تعالى. يلا تيكشبيله خصك تكون مغربي في هذه الفقه. تيكشبيله تيولي ولا ما عرفهاش. لا سمعتها. اجرده مالحه. زيد كملها. دراري كلشي دراري يا اجرده مالحه ما اختها والو حتى هي. لا اذا اخواني وكنا مع الشيخ الشرقاوي الشريف الشرقاوي اللي عنده مجموعه عنده الالاف ديال المتتبعين ديالو. الشيخ الشرقاوي حرجناه اليوم في البرنامج الى درجه ان كاع شويه ما يغضب ليا وقف وقال لك لا يا حميد انا جيت باش انا يدخلوا ناس وانا نهضر انا وياك، الا ان اعتبر بعض التدخلات من عند الاخوان بانها متجاوز فيها وتحقيريه. احنا تنرحبوا بالشيخ ديالنا وبرافو عليه لان رحب مباشره بعد الاتصال ديالنا اللي قلنا له شيخ لا حديث في الساعه في المواقع الاجتماعيه الا عليك. فتنتمناو ان شاء الله يكون داك الشعر ديال رسول الله ويكون دوك التبريكات ديال رسول الله ولا ثم لا الاستغلال الله والرسول من البعض. انا لا اعمم ولا اشكك فيك اخويا العزيز. نشوفوا الاخوان برافو عليك، ولكن بزاف اللي ولاو تيستغلوا هذا الشيء وتيستغلوا اللي تنشوفوا هذا روحاني هذا راقي هذا ولا الجنون دابا راه محزمين. ما عندك حتى علاقه مع هذو اللي محزومين في السماء. تذكر الله مرحبا. شنو هذو اللي محزومين ما عندك حتى علاقه معاهم انت. تذكر الله مرحبا شي حاجه وحده شي حاجه سميتها الجين.
القبول. لا. دعي معايا. الله يسخر لك. اللهم امين. واش دابا الا دعيتي معايا انت بحال شي دعوه ديال اي واحد، ولا انت عندك شي حاجه ماشي بحال هادو؟ بحال كلشي. بحال يعني غير ما دعي بحال كلشي. بحال كلشي. تبارك الله عليك وشكرا خويا العزيز. اخر كلمه للساده المتتبعين ومع احترام اش قال الشيخ ديالنا، فتنتمناو لي كومونتير ديالكم والاحترام المتبادل حتى في لي كومونتير. الشيخ الشرقاوي اللي هو تيقول لك بان خوالك من الزاويه الشرقاويه واعمامك جدادي هما مؤسسين الطريقه القادريه بوتشيشيه. البوتشيشيه هما وعلاقتكم ببعبيط الشرقي من ناحيه الوالد سيد الوالد، من ناحيه الوالد من بعبيط الشرقي والوالده من الزاويه البوتشيشيه. فشكرا لشرفاء هذا الوطن، شكرا لكل المتتبعين الكرام. كان معكم خوكم حميد العقاوي تلبيه للطلب ديالكم في استقبال الشيخ المثير للجدل، الشيخ اللي كيدعي بان عنده شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض القماش ولا بعض الاشياء اللي كانت تصاحب رسول الله. فنترك لكم الكلمة، وهذا كلام خطير جدا، ولكن يقول بأنه تحت مسؤوليته. تحية لكل المتتبعين. أرجو يا إثماء أكون يحاول ربي أنا على الشيخ ما غيني دايما مصطفى تقيدون إلى برنامج آخر. آخر كلمة الشيخ ديالي. حفظكم الله. حفظكم الله.